السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور العين وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 17 رمضان، ربنا يعوده علينا أعوام عديدة واحنا في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة يوم جديد بقى، فيديو جديد. عندي هنا فرخة جبناها، طبعا وزنها حوالي يعني 2 كيلو الا ربع كده. انا جبتها بقى وغسلتها غسله كويسه ونقعتها في محلول النقع كالعاده. وعندي بقى هنا خليط الصدور، عشان الصدور بتبقى قاسيه شويه، فاحنا بقى هنشويها في الاير فراير. فحابه قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره، اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل وما تبخليش عليا باللايك. وحبايبي المشتركين معايا، ربنا يديمكم نعمة عليا. كل سنة وانتم طيب، كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله. ما تتابعوا الفيديو للآخر وما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى هتبل بقى الفرخة، وهحط بقى مكونات التتبيلة هنا وارجع له. هنا هبدأ بقى احط في البولة دي حوالي كده معلقتين زيت، وهحط كده معلقة صلصة كبيرة، معجون طماطم، معلقة كبيرة توم باودر على بصل باودر، هنا معلقة كاري، هنا معلقة بابريكا، وهنا عندي دي بهارات مشاوي، حط معلقة برضو، هنا طحنة فلفل اسود وورق لوري وحبهان، هحط معلقة، وحوالي معلقة ملح، معلقة كزبرة، وأعصر ليمونة، واخلط بقى كده المكونات دي كلها على بعضها كده. هنا بقى طبعا الفراخ انا صفيتها ونشفاها قوي. هجيب بقى المدق بتاع البفتيك كده وانزل بقى على الفراخ كده
هديها كده كام خبطة عشان تخلي الأنسجة بتاعتها نطري أنسجتها يعني عشان ما تاخدش وقت بقى وتستوي بسرعة. هكملها بقى عشان ما اضيعش وقتكم وارجع لكم. كده خلاص اهي بقى اتدقت. ادي الصدرين اهو وادي الوركين اتفردت فرده كويسه. هنزل بقى عليها بالتتبيله واسيبها بقى فتره كبيره، ويا ريت تبيتيها ليله يكون افضل. هنا كده بقى تحت الجلد كمان هغطيها بقى واسيبها في التلاجة فترة كبيرة. كل ما قعدت في التتبيلة وشربت من التتبيلة تاخد نتيجة كويسة. كده بقى الفرخة اهي طلعت من التلاجة بعد ما اتنقعت فترة كبيرة. وهنا عندي بقى الاير فراير اهي سخنها الاول قبل ما احط فيها الفراخ. تابعوني بقى لاخر الفيديو. لما سخنتها 10 دقايق رصيت بقى الفراخ اهي. طبعا هي ما خدتش الا 3 قطع وانا عامله الفراخ 4، فهسوي بقى ال3 الاول وبعدين اسوي كده. احط بقى على الجنب الاولاني كده تلت ساعه، ودرجه الحراره اخليها 120 علشان الفراخ تستوي كويس. هنا بقى افتح عليها كده بقى هقلبها على الجنب التاني. ادخلها بقى ربع ساعة تاني على درجة حرارة أوطى، وبعدين أعلي درجة الحرارة. هنا خلاص اتعملت اهو الجنب التاني. نحطهم هنا
هنا عندي بقى حطيت فحم هو بتاع سريع الاشتعال. انزل عليه قطعة سمن كده واغطيه. وكده الفرخة بتاعتنا اهي طلعت من الاير فراير، وده شكلها وريحتها في منتهى الجمال ومستوية بقى ودايبة دوب. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، والنهارده ده 17 رمضان. ربنا يعودوا علينا اعوام عديدة، كل سنة وانتم طيبين. ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد. وتحياتي من قناتي.